وأهالي الضحايا والشهداء في درعا وفي اللاذقية وفي كل مكان. بعزيكم جميعا باسمي وباسم كل الناس. كلياتنا بنتمنى واحد واحد نكون هون ونعزي فيكم، ونتمنى فعلا الصبر لكم. هدول شهدائنا راحوا فدا هذا الوطن الغالي يلي كلنا مستعدين نفديه بدمنا وبروحنا حقيقة مو كلام. وأكيد اسمح لي أني أتمنى لكل الجرحى من القوات الأمن ومن الناس والمواطنين الشفاء العاجل إن شاء الله. إن شاء الله. الكل هم أبناء الوطن، سواء أكيد. كانوا في موقع أكيد. المسؤولية أو مواطنين كل عاديين. إنسان في موقع مسؤول. بالضبط. كل إنسان من مكانه هو موقع مسؤول. كل إنسان هو مناضل بالكلمة، بالفعل، بالعمل، بالحوار، بالسلاح. كلنا مناضلين، كلنا الآن في جبهة واحدة. يجب على كل إنسان ومواطن سوري أن يدافع عن بلده كل من مكانه. وحتى أن يعني من لديه مطالب وهي مطالب محقة، هذه المطالب تؤخذ بنظر الاعتبار اليوم. الدليل على أن القيادة السورية أيضا تحركت بشكل سريع لتفويت الفرصة على الآخرين. صحيح. بتلبية المطالب. صحيح. وهي مطالب محقة بالنتيجة. في شغلة قلتها بالبداية. نعم. إنه الضربة ما بتقتل بتقوي. فعلا يمكن تستغرب إذا بقول لك أنا سعيدة وحزينة في آن معا اليوم. حزينة جدا للشيء اللي عم بيصير والفوضى اللي صارت وبعض العصابات والمؤامرات الداخلية والخارجية والناس اللي عم تصنع وعم تخلق الفتن وتحاول تدخل فينا طائفيا، وهذا الشيء مستحيل. قد ما حاولته مستحيل، لأنه الشعب السوري أوعى من هيك بكتير. حزينة لهذا الشيء لأني ما كنت بتصور أنه يصير هيك بسوريا، ولكن سعيدة لأنه هي الأزمة ورجتنا قد ايه نحن بنحب بلدنا، بنحب قائدنا، قد ايه نحن فعلا في لحمة وطنية. هي الكلمة اللي الكل عم بيقولها، فعلا في لحمة وطنية قوية جدا. نحن ناس بنحب بعض. هي الأزمة خلتنا نشوف نحن قديش بنحب بعضنا، نحن قديش وعينا على أشياء يمكن ما كنا بندركها من قبل. طيب كيف تردي على ناس يحكوا أنه اليوم البعض طبعا أن هذا ما تتحدثون عنه اللحمة الوطنية هو مجرد وهم؟ كيف وهم تحاول أن تعيش سوريا، وهم كيف تحاول أن يعيش المواطنون. كيف هو وهم؟ ليس له واقع. نحن بسوريا كيف وهم؟ نحن بسوريا ما عندنا فرق بين فلسطيني وبين لبناني وبين مصري وبين عراقي وبين سوري. أنا واحدة من الناس يلي بيسألوني عن كثير من الفنانين هاد من وين، بقول لهم سوري. ما بعرف، احيانا بتفاجئ انه فلان فلسطيني فلان عراقي، ما بعرف اذا ما حكى اللهجه نفسها، ما بعرف. نحن ما عندنا هي القصه وما بحياتنا فكرنا بهذا الموضوع. اجمل شيء بسوريا هو هي التناغم، هي التعايش، هذا التعايش الجميل الرائع يلي انا بتصور انه ما موجود في العالم كله غير يعني بسوريا. التسامي فوق الجزئيات، هذا كثير مهم. نحن ما عندنا، ما بحياتنا بسوريا، والكل بيعرف هذا الشيء. ما بحياتنا حكينا لا بطائفيه سواء داخل كل طائفه ولا بشريحه معينه، ولا هذا كردي ولا هذا. نحن نحترم كل الاطراف ونحترم كل الشرائح ونحترم كل الناس. سوريا هي حاضنه للعرب، سوريا حاضنه لجميع العرب مهما كانت طوائفهم ومهما كانت فئاتهم، وهذا ما يميز سوريا ويضعها في مكانة شامخة وفي مكانة مرتفعة. وتحية لسيدنا الرئيس الدكتور بشار الأسد من قلب محب ومن قلوب الملايين اللي عم تنادي باسمه. ونحن شايفين مع أنه الإعلام المعادي، خلينا نقول المعادي لأنه فعلا هو معادي لكثير أشياء نحن اكتشفناها للأسف. المهم في تحية أكيد للسيد الرئيس اللي خلى كل إنسان سوري مرفوع الرأس وشامخ أينما ذهب. طيب. هذا الشيء بكفينا. هاي مسألة خارجية تحققت. المسائل الداخلية أنا بعتبر حالي هلأ أنه نحن في شأن داخلي. نحن خلينا نحل امورنا بنفسنا، ما بدنا تدخل خارجي، ما بدنا كل واحد يفتي من عنده ويقول على الرئيس وعلى المواطن وعلى الشعوب وعلى الدين وعلى كذا، ويدخل الناس ببعضها ويخلق هي الفوضى وهي الفتنه. نحن قادرون على حل امورنا فيما بيننا البين. صح اللي عم تحكيه. أنا من خلال كلامك بدعي كل الناس وكل المواطنين السوريين والعرب في العالم كله أنهم يحضروا الدنيا والقنوات السورية، لأنه فعلا القنوات السورية والدنيا هن اللي عم يبينوا الحقيقة، سواء كانت في شيء سلبي أو في شيء إيجابي. وبشد على أياديكم، وبشد على أياديكم من خلال كلامك، اسمح لي، بشد على أياديكم أنه أنتم تورجونا الحقيقة أكثر. يعني أنتم تروحوا تصوروا الحدث كسوريين. خلي سوريا والمحطات السورية هي مصدر والنبض الحقيقي للشارع العربي والعالمي. ما تخلينا نسمع لا من الجزيرة ولا من أي محطة ثانية شو عم بيصير. خلينا نحن نشوف مش بس نحكي. هي شغلة ثانية. فعلا أنا واحدة من الناس اللي أحبطت إحباط شديد جدا، وأنا بقلب البلد هون
ما في غير عم بسمع، عم بحضر كل المحطات العربية. ما كنت عم بحضر على فكرة سوريا والدنيا في البداية، كنت عم بحضر المحطات العربية الأخرى. فأنا صابني إحباط شديد، فأنا أي خبر عم بسمعه اتصل لا اتأكد منه، لأنه في شيء كثير كذب، في شيء كثير مغلوط. أول شيء نحن لما ثورات العربية المجاورة سواء في مصر أو في تونس أو في ليبيا هلأ، كنا دائما نسمع من بعض الفئات انه ما تسمعوا مثلا هالمحطه او ما تسمعوا تلك المحطه، انه في كذب، في مغالطات، في كذا. انا ما كنت صدق. نعم. انا ما كنت صدق لحتى صار عنا هي الازمه هون بسوريا، لانه في كذب مو طبيعي. سوري عن جد، يعني معلش اسمح لي احكي هذا الحكي. انا وحده جدا منصفه وجدا عادله وجدا منطقيه وواقعيه، وعم بحكي كلام انا مسؤوله عنه. في كذب كثير كبير عم ياخذوا احيانا صور المؤيدين ويحطوها على خبر معارض. في اشياء مثلا خذ لي شاهد العيان. لك يا عمي كيف شاهد العيان موجود بمكان معين؟ طبعا نحن الله اعلم ما بنعرف وين موجود. كيف بلحظه واحده هو عم يعطيك 100 شهيد بالصنمين و50 شهيد بدرعا و60 شهيد؟ انت هلا كشاهد عيان عم تقدر تدور بثانيه بين كل هدول العالم؟ كيف؟ في شيء من عدم المصداقيه، وانا مستغربه جدا جدا. شاهد عيان يعني هو عيان جدا. هو والمحطه اللي عم تطلعه على صعيد المحطات. انا واحده من الناس اللي حكيت مع مكتبي الاعلامي انه انا حابه اطلع بوحده من هالمحطات، لانه لحتى احكي بوشها هذا الكلام، ولحتى اقول اذا انتم عندكم شيء من الديمقراطيه لازم تحطوا